هل عمرك حسيت إنك واقف على مفترق طرق؟ قدامك قرار مصيري، تحدي كبير، أو فرصة ممكن تغير حياتك كلها؟ في اللحظة دي بالذات بتحتاج قوة، إلهام، ويمكن دفعة بسيطة عشان تاخد خطوة جريئة. أهلا بيك في قناة لحظة حسم. هنا مش بس بنعرض المشاكل، لأ، بنقدم لك المفاتيح اللي هتساعدك تكسر قيودك، تتجاوز مخاوفك، وتستغل كل لحظة عشان توصل للنسخة الأفضل من نفسك. جهز نفسك لجرعة مكثفة من التحفيز، معلومات هتفتح عينيك وخطوات عملية هتقربك من أهدافك، لأننا مؤمنين إن كل واحد فينا جواه بطل مستني لحظة حسم عشان ينطلق. يا صباح الفل ويا مساء العسل على كل اللي بيتفرجوا علينا. فيديو النهارده مهم بجد، يعني هنتكلم عن حاجة أساسية في حياتنا كلنا، النوم. النوم ده هو البنزين بتاعك، هو الشاحن بتاع بطاريتك، هو الريستارت اللي بيخلي مخك وجسمك يشتغلوا زي الفل طول اليوم. كتير مننا دلوقتي بيعاني من قلة النوم، بنسهر على الموبايلات، على التلفزيون، بنفكر في مليون حاجة، والنتيجة إيه؟ بنصحى الصبح مدوخين، مصدعين، مش قادرين نركز، طاقتنا زي الزفت. الفيديو ده عشانك، هنقولك فيه ليه النوم مهم قوي كده، وإيه اللي بيحصل وإنت نايم، وإزاي تحسن جودة نومك عشان تصحى فايق ومركز وعندك طاقة تعمل كل اللي نفسك فيه. يلا بينا نبتدي ونشوف ايه حكاية النوم دي. ليه النوم مهم قوي كده؟ ايه اللي بيحصل وانت نايم؟ وانت نايم مخك عنده نظام تنظيف خاص بيه، بيتخلص من البروتينات الضارة والسموم اللي ممكن تتراكم. ذاكرتك بتترتب وتتثبت، جسمك بيصلح نفسه، بيفرز هرمونات النمو اللي بتساعد على إصلاح الخلايا والأنسجة وبناء العضلات. جهاز المناعة بتاعك بيشتغل بكفاءة وبيقوي جهاز المناعة وبيخليه يقدر يدافع عن جسمك ضد الأمراض. مستوى طاقتك ومزاجك بيتضبط. إيه اللي بيأثر على جودة نومك؟ ليه النوم بيهرب من عينيك؟ السهر واستخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بيخدع مخك وبيأخر إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم. الكافيين والمنبهات قبل النوم ممكن يخليك مش عارف تنام بسهولة أو يخلي نومك متقطع. الأكل التقيل أو الحار قبل النوم بيخلي جسمك مشغول في الهضم. التوتر والقلق والتفكير الزيادة قبل النوم هيخليك مش عارف تسترخي. النوم ده هو البنزين بتاعك، هو الشاحن بتاع بطاريتك، هو الريستارت اللي بيخلي مخك وجسمك يشتغلوا زي الفل طول اليوم. ذاكرتك بتترتب وتتثبت، جسمك بيصلح نفسه، بيفرز هرمونات النمو اللي بتساعد على إصلاح الخلايا والأنسجة وبناء العضلات. جهاز المناعة بتاعك بيشتغل بكفاءة وبيقوي جهاز المناعة وبيخليه يقدر يدافع عن جسمك ضد الأمراض. مستوى طاقتك ومزاجك بيتظبطوا. إزاي تحسن جودة نومك؟ التركات اللي هتخليك تنام زي الملاك. ظبط روتين نوم منتظم، حاول تروح السرير وتصحى في نفس الوقت تقريباً كل يوم. خلي أوضة نومك جنة للنوم. الأوضة لازم تكون ضلمة وهادية وباردة. اعمل روتين للاسترخاء قبل النوم. ابعد عن أي حاجة ممكن تسبب لك توتر. ابعد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل. خلي سريرك للنوم والعلاقة الحميمة بس. راقب أكلك وشربك قبل النوم. اتجنب الكافيين والأكل التقيل أو الحار. خلي فيه نظام لإضاءة أوضتك بالنهار. لو مش عارف تنام ما تفضلش في السرير، قوم واعمل أي حاجة هادية لحد ما تحس إنك عايز تنام تاني. فكر بإيجابية قبل النوم. النوم الكويس بيساوي تركيز وطاقة، بيساوي حياة أحسن. لما بتهتم بجودة نومك وبتنام كويس، ده بينعكس على كل حاجة في حياتك. هتلاقي نفسك مركز أكتر في شغلك أو دراستك، عندك طاقة تعمل كل اللي نفسك فيه، مزاجك أحسن. النوم الكافي مش مجرد حاجة حلوة، ده استثمار في صحتك وسعادتك ونجاحك. جرب التريكات اللي قلنا عليها دي وابدأ خطوة بخطوة. مع الوقت هتلاقي نومك بقى أحسن بكتير وحياتك كلها هتبقى أحسن. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه.